كل مشهد من مشاهد مسلسل جعفر العمدة بيعبر عن قضية نفسية اجتماعية موجودة بكثرة في المجتمع، وللأسف غفل عنها رجال الدين وغفل عنها رجال علم الاجتماع. أول قضية هي الغل والصراع بين الجيران، خاصة الغل والصراع الغير المبرر. يمكن الصراع اللي قدمه الفنان محمد سامي والفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة هو صراع مبرر لوجود حادثة قتل خطأ. لكن الغريب في المجتمع بتاعنا إن في صراعات بين الجيران غير مبررة وغير منطقية بالمرة، لأن دايما الجار بيبقى عايز ياخد حق جاره بالباطل، ودي مشكلة كبيرة جدا متفشية في المجتمع. المشكلة اللي بعد كده هي مشكلة التعدد شرعا حلال لكن له شروط. التعدد هو حلم كل راجل مصري، بس للأسف الحالة المادية والفقر هو اللي بيعوق حلم كل الرجالة. بعد كده قضية قبول السيدات للتعدد. الست ليه تقبل ان هي تكون زوجة تانية وتالتة ورابعة؟ بسبب توفر المادة. لو انت زي جعفر، اي واحدة ست هتوافق ان هي تبقى زوجة تانية وتالتة ورابعة، لان هي بتبقى عايشة عيشة الملوك. دي وجهة نظر بعض السيدات في المجتمع المصري. بعد كده قضية الذكورة دي مهمة جدا. المجتمع المصري ما بيحترمش البيت اللي فيه حريم بس، المجتمع المصري بيحترم البيت اللي فيه بالعربي كده أو بالعامية ذكر يعرف يتخانق ويجيب حق الستات اللي فيه وحق الجانب الضعيف اللي فيه، زي ما حصل مع أهل جعفر العمدة لما دخل الحبس استفرد عيلة فتح الله بالحريم وبالجانب الضعيف وبهدلوهم البهدلة اللي حضراتكم شفتوها. ودي قضية تانية. فين الرحمة وفين التراحم وفين التكافل بين المجتمع وبعضه؟ ازاي احنا بنيجي على الستات وبنيجي على الضعيف وما نخافش غير من اللي بطشه قوي؟ القضية الأخطر بعد كده هي قضية علاقة الآباء بالأبناء والتمييز بين تربية الأبناء. وده بنشوف في المشهد بتاع الفنان العظيم أحمد فهيم لما راح على قبر أبوه وقال له أنت ليه كنت بتعامل جعفر من هو صغير على إنه هو معلم وأنا مش معلم؟ وده أثر على شخصياتهم. يبقى هي من هنا نفهم إن إحنا لازم ما نفرقش بين المعاملة بين الأبناء، المعاملة تبقى في رينج واحد أو مستوى واحد، ده ابني وده ابني. وكذلك بنلاحظها في شخصية وداد وعلاقتها بأبوها علاقة زي الزفت. أبوها كان راجل بخيل بخيل في مشاعره، وأمها ما شافتهاش تقريبا، وده ربى غل وكراهية جواها، وكمان ما خلاهاش تعرف تختار الزوج اللي هي كانت بتتمنى تكون معاه، وفي الآخر هي قلبت على العيلة دي. بعد كده قضية الصمت والخوف من شهادة الحق، دي قضية موجودة جدا في المجتمع النهاردة. لو انت حصل لك حادثة ودورت على واحد يشهد معاك وشايف الحادثة يقولك يا عم انا مش عايز مشاكل، انا مش عايز دوشة، مع ان شهادة حق مش هيفتري. لكن لو اديته فلوس وقلت له تعالى اشهد زور هيروح. ودي مشكلة برضو غفل عنها رجال الدين وعلماء الاجتماع. وده ظهر في مشهد سلوى عثمان وجوزها لما كانت عارفة الحقيقة ورغم ان ضميرها بيأنبها وما قالتش لجعفر ان سيف ابنك. ليه احنا دايما بنخاف بنقول الحق؟ بعد كده في الشخصية الأخطر في المسلسل، يا ترى من وجهة نظركم الشخصية الأخطر هي دلال ولا وداد؟ وده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من الفيديو مع القضية الأخطر في مسلسل جعفر العمدة في الجزء الثاني من الفيديو.